باشمهندس اسلام، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. ممكن في الاول بس حضرتك تكلمنا باختصار كده عن خطوات الانتاج؟ خطوات الانتاج هنا بتتم للاجهزه اللي عندنا عن طريق اول حاجه الورشه الميكانيكيه. الورشه الميكانيكيه الاجزاء الميكانيكيه كلها بتتصنع عندنا في مكان. بعد كده المكان اللي احنا فيه دلوقتي حاليا الاجزاء البصريه، المكونات البصريه كلها. بعد كده بتروح للورشه التجميع البصري، بيجمع الاجزاء الميكانيكيه مع الاجزاء البصريه عشان يطلع منتج نهائي كامل، الاند برودكت بتاعه. طيب جميل. بالنسبه للبيانات بتاعه المصنع، ممكن حضرتك تقول لنا الانتاجيه؟ الشركه هنا مساحتها على 87,000 متر مربع. العماله هنا 600 عامل. تمام. الانتاجيه هنا بتعتمد على الكاستمر بتاعي. الكاستمر هو اللي بيطلب. طبعا الكاستمر الاساسي بتاعي هو القوات المسلحه المصريه. طبعا. تمام. زائد الشركات اللي بيتم الشراكه ما بيننا وبين بعض في التصنيع المشترك. تمام. بيتم الانتاجيه هنا، ما اقدرش اقول 1000 في الشهر، 1000 عدسه، 1000 برودكت، 1000 منتج، 1000 جهاز، لا، على حسب العقد، على حسب الاوردر بالظبط اللي بتكون. وانت دايما بتوفي الاوردر في اسرع وقت، في اسرع وقت، لانك انت ما شاء الله مساحه كبيره جدا يعني، تمام. وعماله كبيره.